واضح ان في عده اوبئه موجوده في مصر العربي ومحدش دريان بيها وبتنتشر دلوقتي، من ضمنها وباء السمنه، من ضمنها وباء قله المناعه، من ضمنها وباء الحساسيه، من ضمنها وباء السرطان اللي منتشر وما كانش موجود زمان في الاجيال وفي القديمه والاجداد وكده. يبقى لازم احنا نغير نمط الحياه. نغير نمط الحياه بتاعنا. نمره واحد ان احنا لازم نمارس الحركه، يبقى نمارس النشاط والرياضه. اثنين ان احنا لازم ناخد قسط النوم الكويس، ان احنا ننام بالليل وعلى الاقل 6 أو 8 ساعات، ان احنا ننام في بيئه مظلمه بلا ضوضاء، ان احنا بعد كده اما نصحى الصبح ناخد طعام الافطار، ان احنا لازم طعام الافطار يبقى معمول في البيت، مش حاجات اللي هي مكملات الطعم الغير والفاست فود او الحاجات اللي فيها دهون او الحاجات الغازيه. حضرتك كنت اتكلمت قبل كده معانا في اهميه تناول وجبه الافطار قبل ما الواحد ينزل يروح شغله. ده اساس، وكلنا مع بعض عشان كلنا نعود بعض، واللي ما يعملش كده يتكسف من الاخر، وتبقى التقليد عندنا عاده تطلع معانا وتبقى كده في الحفاظ ان شاء الله. برضه لازم ان احنا نتناول بعد كده اكل صحي على قدر الامكان، واما نجوع اما نكون جعانين ندور هناكل ايه طبيعي. ويقول لك اما تكون جعان لا تدخل مول او سوبر ماركت. ليه؟ يقول لك اللي بيدخلوا المول او السوبر ماركت هم جعانين بيشتروا منتجات صناعيه تبقى فيها سعرات حراريه عاليه ومش صحيه. يبقى الواحد ما يروحش المول، ما يروحش يشتري الحاجه الا لما يبقى واقف في بيته عشان ما يجيبش حاجه غلط. الحاجه بعد كده المهمه ان احنا نحاول بقى ناكل من 5 ل 4 وجبات في اليوم، ووجبات قصيره وما ناكلش كتير. واما نجوع الناس اللي عندها جهاز وزن او سمنه ان احنا نكتر من الفاكهه والسلطات، ودي قليله في حياتنا.